بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انا جايه لكم في فيديو جديد ان شاء الله، يا رب يعجبكم. بصوا ما شاء الله، احنا النهارده رايحين جولة لهايبر، يا رب يعجبكم الفيديو بتاعي. بصوا هنا اول ما خرجنا من الشارع بتاعنا، بصوا في جنينة اللي هي في نص الشارع، اسمها جنينة مصر، اسمها جنينة تحيا مصر. بصوا الجنينة دي عيالي بيحبوها قوي. بصوا ده كده اول ما خرجنا من الشارع. انا هوريكم بقى الطريق بتاعنا. انا الطريق بتاعي يا جماعة ما بيني وما بين الهايبر ما فيش 10 دقايق او ربع ساعة بالعربية، يعني بنكملش الربع ساعة كمان، يعني هي من 10 دقايق لربع ساعة. انا ساكنة في مدينة بدر يا جماعة. ومدينة بدر قريبة من الهايبر عشان هايبر فتح فرع جديد جنبنا، يعني فرع جديد على الطريق عندنا، على طريق السويس. بصوا ما شاء الله، ده الطريق بتاعنا. كل ده احنا لسه ما خرجناش من العماير. بصوا كده بقى خرجنا على الطريق بره، على الطريق العمومي. مفيش 10 دقايق. وهنا الجو بقى كان ساقعة، والدنيا كانت مغيمة خالص، وكناش عارفين كده. لو كنا عارفين كده كان جوزي ما نزلناش، بس احنا نزلنا اتفاجئنا في الشارع بقى ان الجو ساقعة والدنيا مغيمة. بس الحمد لله ما نمطرتش ولا عملت حاجة، الحمد لله. بصوا يا جماعة، هايبر فيه عروض جميلة اليومين دول. الحقي انزلي بقى هاتي مشترياتك من هايبر، عشان عامل عروض على السمنة وعلى الزيت وعلى الرز وعلى المكرونات. عامل عليها عروض جميلة بصراحة، واسعاره احسن من بره بكتير. فانت لو معاكي فلوس، الحقي انزلي هاتي مشترياتك للشهر، هاتي مشتريات لرمضان. حاولي ان انت تشيلي اي حاجة، حتى لو كل شهر كده، الشهر ده نشيل حاجتين تلاتة، الشهر اللي بعده نشيل حاجتين تلاتة. هتيجي ساعة دخلة رمضان تلاقي عندك حاجة، وتجيبي بقى، تضطري ان انت تجيبي حاجات خفيفة، مش هتجيبي حاجات كتير، ما تبقيش زنقتي نفسك في كل حاجة. بصوا ده الطريق. والله يا جماعة الطريق قريب خالص، مفيش مسافة كبيرة. بصوا ده طريقنا. ما تنسونيش بالاشتراك يا جماعة، وما تنسونيش باللايك، اعملوا لي لايك، وعايزة اشوف كومنتاتكم الجميلة. بصوا دي دخلت هايبر اهو. ده كده احنا وصلنا ودخلنا هايبر. بصوا ما شاء الله، ما شاء الله عروضه جميلة. والله يا جماعة عروضه جميلة، مش هتندمي ان انتي روحتي. وبصراحة الحاجة في البيت أحسن من الفلوس، يعني الخزين في البيت أحسن ما تبقى فيه فلوس مركونة في البيت. لا الخزين على الأقل لما حاجة تخلص هلاقيها موجودة. بصوا ما شاء الله، دي دخلت هايبر يا جماعة. ده هايبر الجديد اللي فاتح عندنا. بصوا ما شاء الله، يا رب تعجبكم جولتي، ويا رب يعجبكم الحاجات اللي انا اشتريتها. بصوا هو هايبر ممنوع التصوير فيه، فانا كنت بصور لكم لقطات كده صغيرة، عشان خاطر هما بيقعدوا يقولوا ممنوع ممنوع عشان العروض وكده، فبيقعدوا يقولوا ممنوع التصوير. بس انا برضو عرفت القط لكم كام حاجة اللي هي عليها العروض. وانتي بقى حاولي ان انتي تنزلي تشوفي اقرب هايبر ليكي، وتنزلي بقى تجيبي منه مشترياتك. هنا ولادي بيبقوا فرحانين قوي ان هم رايحين هايبر. بصوا يا جماعة، دي الدخلة بتاعت هايبر اهي. هصور لكم بقى جوه، هوريكم بقى اسعار الرز عليه عروض يا جماعة ب24 جنيه، يعني مش غالي خالص. بصوا هنا بقى كانوا عاملين شجرة الكريسماس. بصوا الشجرة ما شاء الله جميلة، الناس كلها بتتصور عندها، وعيالي قعدوا يقولوا لي صورينا صورينا، قعدت صورتهم عندها برضو. بصوا ما شاء الله، انا عامله لكم فيديو بالمشتريات،
عامله لكم فيديو كامل بالمشتريات وبالحاجه اللي انا اشتريتها وباسعارها وبكل حاجه. ادخلوا على صفحتي وشوفوا شوفوا الفيديو ده. ادخلوا على القناه هتلاقوا الفيديو اللي قبل ده على طول. بصوا هنا بقى حاجات الكريسماس. بصوا هنا حاجات الكريسماس كانوا بيبيعوها. بصوا ما شاء الله حاجات شكلها جميل. في دخلة هايبر على طول بتلاقوا حاجات الكريسماس دي. بصوا هنا الرز اهو. الرز ده كان عليه عرض والمكرونة دي عليها عرض. الرز ده كان ب24 اهو. والمكرونة دي كانت ب10 جنيه. بصوا كيس المكرونة كان ب10 جنيه. وكيس الرز ب24. بصوا دي الصلصة كانت برضو سعرها برضو قليل، مش غالي. بصوا المكرونات. مكرونات في حاجات ب13، في حاجات في اكياس ب15. بصوا هنا الفول والبقوليات. بصوا الحاجات بتاعتهم دي جميلة يا جماعة والله. بصوا العروض ما شاء الله اسعارهم جميلة في كل حاجة والله. انزلي وشوفي اقرب. بصوا يا جماعة اسعارهم ما شاء الله حلوة. انزلي كده وشوفي بقى اللي ناقصك من هايبر وانزلي هاتيه. شوفي اقرب هايبر جنبك وانزلي بقى هاتي مشترياتك. بصوا يا جماعة الرز اللي انا بقولكوا عليه اهو، وانا خارجة لقيته خلص. بصوا بقى احنا هنا خرجنا. بصوا خرجنا والليل مليل. انا كنت رايحة يا جماعة قبل العصر. بصوا دلوقتي بقى هنا الليل ليل اهو، وخلاص كان المغرب أذن والليل بدأ يليل. بصوا وهايبر بقى نور الإضاءات بتاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.